مساء الخير واهلا بيكم في فيديو جديد. حسني البرزان الاسم ده ناس كتير عارفين بيه الممثل السوري نهاد قلعي اكتر من اسمه الحقيقي، والغريب ان الاسم ده يمكن يكون هو اللي تسبب بوفاته في حادثة غريبة انهت مشواره الفني العريق. هو ممثل سوري مولود في حي ساروجة دمشق في 17 اكتوبر سنة 1928. اسمه الحقيقي نهاد قلعي الخربطلي، نسبة للخربوط، ودي مدينة تركية تقع في شرق اسطنبول، وهو من أصول كردية. نشأ في دمشق وتعلم في مدارسها، وبدأ مشواره التعليمي من مدرسة اسمها مدرسة البخاري الابتدائية، وهناك اكتشف أستاذه موهبته في التمثيل لما كان نهاد بيشارك في المسرحيات المدرسية، وده اللي خلى الفنان وصفي المالح يسند له دور صغير في مسرحية مجنون ليلى لما كان طالب في المدرسة. بعد نهاية فترة دراسته الثانوية العامة قرر ان هو يلتحق بمعهد التمثيل في القاهرة، وخلال الايام اللي بيجهز فيها سفره اتعرض ان فلوسه اتسرقت، وده أجبره على إن هو يسيب فكرة السفر ودراسة التمثيل ويشتغل في دمشق، ودي كانت انتكاسة كبيرة لنهاد وضربة موجعة ليه. برغم إنها كانت ضربة موجعة زي ما بنقول، ولكن حلمه في التمثيل اتأجل شوية، وخلال تأجيله لحلم التمثيل اشتغل في مهن كتير، زي مثلا إن هو اشتغل مراقب في معمل للمكرونة، واشتغل على الآلة الكاتبة في الجامعة، وراح بعد كده لوزارة الدفاع واستقال بعدها، واشتغل مع مخلص جمركي ل5 سنين. بعد كده اشتغل كمخلص لحسابه الخاص، لكن حلمه للتمثيل عمره ما انتهى، وبرغم ظروفه الصعبة فضل مهتم ان هو ينمي موهبته ويشتغل عليها لحد ما دخل فرقة اسمها استوديو البرق سنة 46، وشارك في مسرحية اسمها جيشنا السوري. وسنة 54 أسس فرقة اسمها النادي الشرقي، ودي تعتبر من أشهر الفرق المسرحية السورية، وقبل ما التلفزيون يدخل سوريا أسسها مع سامي جانو والمخرج خلدون المالح، وقدموا مسرحيات كوميدية. وسنة 57 و59 قدم مع فرقته عدد كبير من المسرحيات زي مسرحية لولا النساء وتمن الحرية على مسارح القاهرة. الصحافة المصرية أشادت بيه وحاز على إعجاب المسرحيين المصريين، ونجح إن هو يظهر كممثل ومخرج مسرحي بارع. شهرته اللي لمعت في مصر رجعته لسوريا، وانضم للتلفزيون السوري جنب كبار النجوم السوريين وقتها زي دريد لحام وياسين بقوش وياسر العظمة، وقدم مع شريك حياته دريد لحام برنامج اسمه سهرة دمشق، واتعمقت العلاقات ما بينهم وبقوا أصحاب، وقدموا عدد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية. بعد كده سنة 67 ما تخيلش نهاد إن مسلسل حمام الهنا اللي كتبه شخصيا هيحقق النجاح الكبير اللي ممتد لحد النهاردة، خاصة إن العمل أسس لمرحلة جديدة في الدراما السورية والعربية. ما كانش يتخيل نهاد إن يتحول اسم شهرته حسني البرزان لنقمة كبيرة عليه هتتسبب بشلله بعد كده، وبعد فترة طويلة يتوفى متأثر بالإصابة دي. في أواخر السبعينات حصل مشكلة ما بين نهاد وحد من الأشخاص وهم موجودين في مطعم. الشاب ده ضرب نهاد بالكرسي على راسه، وده اتسبب له بشلل. وعن الحادثة دي بيقول الناقد السينمائي بشار إبراهيم في كتاب نهاد ودريد: كان نهاد ودريد وشاكر بريخان سهرانين في مطعم النادي العائلي في حي باب توما في دمشق، وكانوا هيستقبلوا صحفي لبناني اسمه جورج إبراهيم الخوري. وقبل نهاية السهرة مشي دريد لحام، وفضل الثلاثة سهرانين. سجاير الضيف خلصت، وقتها طلب من النادل ان هو يجيب له سجاير، ولكن النادل رجع من غير ما يجيب سجاير، وده اثار غضب نهاد جدا اللي انب النادل. وفي راجل قاعد مع شله من صحابه ورا نهاد، حد منهم نادى عليه بصوت كده عالي وقال له: برزان انت عايز سجاير؟ تعالى خد من عندي. وقتها نهاد رد عليه وقال له: انا مش عايز سجاير من حد، وانا ليا اسم تناديني بيه يا حمار. وهنا
قال الناقد إبراهيم إن ما كانش حد يتوقع إن ممكن تكون الجملة دي مدمرة مش بس للسهرة بل لحياة نهاد قلعي كلها، لأنه اتفاجئ بضربة على راسه، ضربة قوية جدا وبعديها ضربات أقوى أدت بيه للمستشفى، وهناك اتعالج معالجة سريعة وتخيط الجرح اللي كان في راسه من غير رعاية كافية. تفاعلات الحادثة دي وانتكاساتها الطبية زي ما بيقول إبراهيم لحقت نهاد 15 سنة وخلته حبيس في بيته لسنين طويلة. في بعض النقاد السوريين قالوا إن حادثة الاعتداء على نهاد اللي تسببت بشلله كانت متدبرة، لأنه تبين إن الشاب اللي ضرب نهاد ضابط في عناصر سرايا الدفاع، ودي أحد الأجهزة المخابراتية السورية اللي تأسست أواخر السبعينات من القرن اللي فات لضباط الأمن في سوريا. وبيعتمد الناس اللي قالوا إن دي مؤامرة بإن الضابط ده ما تمش محاكمته وما تمش القبض عليه أساسا، وبعض الأقاويل التانية بتقول لا، إن ده حصل كده يعني وما كانش مدبر، والحادثة دي وليدة اللحظة بعد سنوات من الصراع مع المرض ومروره بضائقة مالية كبيرة ووحدة مخيفة. حاول كسرها إن هو يكتب قصص مصورة للأطفال في مجلة سامر، وكتب مسلسلين، واحد منهم ما شافش النور كان اسمه يسعد مساكم، وتاني عمل كتبه اسمه عريس الهنا اللي تم إذاعته سنة 84. وبعد ما باع كل حاجة بيملكها علشان يعالج نفسه من مرض الشلل، اتدهورت صحته بشكل كبير سنة 93 واتنقل لمستشفى الهلال الأحمر. وبرغم كل الجهود اللي حاولوا إن هم يعملوها علشان ينقذوا حياته، إلا إن إصابته المزمنة ومعاناته القديمة مع مرض السكر كانت خلاص يعني تعبت جسمه جدا، وتعرض لأزمة قلبية وتوفى في 17 أكتوبر على سريره، ومات اللي أضحك الملايين بنهاية مأساوية. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا ليكم، أشوفكم على خير في حلقة جديدة، وما تنسوش تدعوا لنهاد قلعي بالرحمة. مع السلامة.